بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة صاحب الكورة. إن شاء الله النهاردة هكون معاكم وهنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك والأهلي. الزمالك النهاردة بياخد خسارة مذلة مذلة يا جدعان. أنا مش عارف مدربي كان فين، لعيبتي كانت فين، لعيبتي ما جاتش ومدربي ما جاتش. أول حاجة من البداية بالتشكيل. ليه يا عم محمد إسماعيل؟ ليه بيبدأ محمد إسماعيل؟ طب ما أنا عندي محمد إبراهيم وباك كويس، أنا مش عارف ليه أصلا قاعد لعمر جابر. يعني انت بتقعد عمر جابر ليه؟ لعبت عمر جابر عشان مركزه وخبره في ماتشات كبيره. طب عمر جابر اتصاب، طب ما تلعب يا عم محمد ابراهيم، على الاقل لو مش هيعرف يدافع يعرف يديك زياده هجوميه. وده ولا اداك ده ولا اداك. محمد اسماعيل ده لعبته في وسط الملعب فشل ذريع. لعبته في الدفاع يا دوبك رجع الونش لعب. انا معاك ان هو قلب دفاع كويس، باك فشل. طب ايه يا عم؟ ده مش لعيب سوبر ستار، ارحمونا بقى. وسط الملعب طالما الاثنين، طالما انا هبدا بنص الملعب بفتوح وعبد الله، يبقى لازم الاثنين دول يثبتوا. واحد يساعد مع محمد اسماعيل اللي انت بدات بيه اللي انا مش موافق عليه، والتاني يساعد مع بنتايج. الباك اصلا ما بيعرفش يدافع، كل حاجه عنده تكنيكات. دي بالنسبه للبدايه بالتشكيل. ما شفناش التزام خالص في وسط الملعب. وسط الملعب سمك لبن تمر هندي، كله طاير وكله بيجي على محمد شحاته 4-5 من الاهلي. انا مش فارق معايا النهارده ان انا اتهزمت بثلاثه، انا فارق معايا ان انا كان شكلي في الملعب. الاهلي لو كان عايز يزود رابع وخامس كان زود. ليه بقى؟ ولا عندي قلوب دفاع ولا عندي وسط ملعب. هنيجي للعيبه بعد كده. بس هكلمك الاول عن بدايه الماتش. بدايه الماتش ايه اللي انا بداته ده يا ناصر؟ يعني يا ناصر الكره في الدقيقه الخامسه الاهلي نازل بيقول لك جيب فيها جول. اول ربع ساعه الاهلي نازل بيقول لك جيب فيها، حط فيها الاول والثاني. يا ناصر انت جالك كوره على حدود 18، جاي لك واحد من ورا من وسط الملعب وجالك وعديه دباغ على الامه الثانيه. طب ما تلمسها لنا يا ناصر. انت بقالك 4 5 ماتشات يا ناصر ما بتعملش اي حاجه. يعني كل حاجه انانيه، انانيه مفرطه. ما بتفكرش غير في نفسك. انت اللي كان يعني ظهرك ان انت كنت مهاجم معطاء، اي حد هيعرف يجيب جول هديله، وقت ما تجيله فرصه هيجيب جول هقتل الجول. اي كوره عايز اجيب جول، ودي مشكلتنا احنا. اي لعيب بيجيب جول بنسميه اسطوره، اي لعيب بيلعب موسم بنسميه اسطوره، اي لعيب يعمل اي حاجه بنطلع بيه السما بننفخ. مش عايزين نفخ، اللي احنا نفخناها نقدر نفسيه. اللي مش هيلعب عادل عليا النعمه بالجزمه. اي لعيب هيأثر مش موجود. ايه مشكلتنا مع الشوط على الشبكه؟ يعني الكره العدي حطها حلو، حطها في البرواز واكون صغير. وانتوا بتلعبوا في جون خماسي وهما بيلعبوا في جون كبير. احنا بنلعب في نفس مقاس الكوره. عبد الله السعيد نفس برضه نفس الكوره بتاعت عدي الدبال. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ 3 كور في اول ربع ساعه ما فيش جون بيجي. يستحوذ وماسك الكوره، يا فرحتي يا فرحتي مش عارف انهي الفرص في اول ربع ساعه. اول كوره بتيجي ليه ترك جول في الدقيقه 17. اول حاجه محمود بنتاي، هو ايه لازمه ايده ورا ظهري؟ انا بعمل ايده ورا ظهري ليه؟ ما اللعيب جاي لي، ما هيرفع العرضيه طاهر. وايه يا حسام الباص اللي كان في الاول ده؟ انت بتباص الكوره لطاهر وهيسمع عليك. انت مدافع ضعيف، تلعب طول الماتش صح وتيجي قصاد الاهلي تديهم جونين كل ماتش كده. احنا علينا من دي بايه؟ ما هو المنافسه في مصر يا ابني بين وبين بيراميدز وبين الاهلي. مش هتعرف تلعب الماتشين دول، ما تجيش ما تلعبش. 2 3 مليون دولار ايه؟ ده انا لو جالي 3 تعريفها فيك ابيع. ايه يا عم ده؟ يعني طول الموسم بتلعب حلو، تيجي قصاد الاهلي اهم ماتش انت عشان بقى متعود ان انت ليك جماهير بس والباقي ملوش. ده انت لعيب تحت الضغوط الجماهيريه زيرو. زيرو يا اخي، حرام عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. دي بالنسبه للجول الاول. بنكمل برضو بنفس الاستحواذ. طب استحواذ ايجابي؟ لا. عندي في نص الملعب فتوح مش لاقيه، مش لاقيه. عندي عطيه النهارده كلك يا فتوح، مروان عطيه كلك. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتلعبوه ده؟ نص الملعب مفيش ربط ولا لينك من اي لعيب ولعيب. عندي عبد الله في وادي وفتوح في وادي، والغلبان محمد شحاته النهارده. الغلبان يعني سايبينه لوحده. واحد ماسك عرض الملعب، انت عارف لو طلع حامد موجود النهارده اقول لك سيب له عرض الملعب هيكسر، انما ده حنين. احنا عندنا لما كان بيزرع بيعدي واحد كانوا بيقولوش امه يا اخي. انتوا حنينين كده ليه؟ انا مش عارف ايه الحنيه اللي في قلبكم ده. يعني ناقص نديله بوسه. تريزيجيه النهارده غسلنا النهارده على الجبهه دي. لعيب اصلا ما بيعرفش يلعب كوره غير بدماغه، غسلنا النهارده. بن شرقي ما بيجيش غير قدامنا ويفوق. الجول الثاني بقى نفس برضه القرف. يا حسام عبد المجيد، وانت اما تشتت الكره طويله حد قال لك عيب؟ يا اما تشتت امها. الكره دي من خوف عملت كده يا حسام عبد المجيد. الثاني لما الارض مزحلقه يا محمد شحاته،
لان انت برضو خايف. انتوا بتنزلوا خايفين. بدا بقى يوصل لي ان انتوا بتنزلوا خايفين قدام الاهلي. عندي 3 لعيبه بينزلوا خايفين قدام الاهلي: حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل، ومحمد شحاته. انتوا الثلاثه خايفين من الاهلي. انتوا الثلاثه قصاد اي فريق بتعيشوا اللقطه، انما قدام الاهلي مالكوش وجود. النهارده بنص الفرقه بره المستوى خالص، مش موجودين. نص فرقتي عندي 5 6 لعيبه مش موجودين. طب إيه الالتزام الدفاعي بقى؟ يعني عندي مثلا محمد اسماعيل نص الملعب ما بيساعدوش. طب فين اداء الدباغ لما كان بيلعب في بدايه الماتش على الجبهه اليمين؟ مش موافق اصلا انا على حته تغيير المراكز، ان انا اجيب خوان بيزيرا شمال عشان يستغل جبهه بيكهام. ها استغل قوي. ايه اللي انت بتلعبه ده؟ جبهه بيكهام لعيب غلبان بقاله 4 شهور ما لعبش كوره، يغطي عليك كده في الجبهه الشمال. ما انا هلوم برضه على المدرب. ده بيعرف يلعب يمين، مفيش حاجه اسمها استغل نقطه الضعف في الفريق الثاني هجيبه شمال. هو انا بقى الفريق الثاني هو اللي بيحدد لي اوقف لعيبتي فين؟ عشان خاطر لعيبته واقفه فين؟ ما العب بيه يمين. ليه التأليف؟ لعيب بيلعب يمين العبه يمين، لعيب بيلعب شمال العبه شمال. ماليش دعوه المنافس بيلعب لعيبه الاساسي مصاب، لعيبه الاساسي مكسح، ماليش دعوه. لعيب بيعرف يلعب يمين يلعب يمين، لعيب بيعرف يلعب شمال يلعب شمال، لعيب بيعرف يلعب راس حربه التاني يلعب راس حربه. هو لا اي مدرب من ولاد الزمالك بيجي في اخر 3 ماتشات كده بقى بيب جوارديولا احب اعمل رسمه جديده في اخر الموسم. ما هي ماشيه يا ابني، ماشيه حلو والدنيا صح وكل حاجه جميله، ليه تخلوها كده على دماغنا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا عم ده؟ بدأنا بخوان بزير، ما ينفعش طبعا في الجبهه الشمال. ليه لاعب واحد مهاري حريف، اهم ورقه عندي في الناحيه الهجوميه العبها على عكس رجلي، اتنقل الجبهه اليمين. والله العظيم بدأ يظهر في اخر 10 دقايق. انما الشوط الثاني كله بقى السباك اللي ورا ده بيفهم عنك. السباك اللي ورا ده قال ما يعدي واحد كسر امه. تخيل ان السباك ده يكسب. انا مش فاكر قبل ما الاهلي يكسبنا اخر ماتش كسبه كان امتى. السباك اللي ما عندوش، يعني هم ذات نفسهم مقتنعين ان هو ما عندوش، بيعمل ماتش عليك يا معتمد. والله حاجه انا مش صعبان عليا السكور ولا صعبان عليا ان هم كسبوني، الطريقه اللي هم كسبوني بيها. يعني نص الملعب بيعدوا عليا 31، الناحيه الدفاعيه عندهم 3 اول مره يلعبوا 3. يعني عندك هادي رياض ما بيلعبش، عندك بيكها ما بيلعبش، عندك ياسين مرعي ياسر. 3 من الاربعه 2 باكات 1 سيرت باك ما بيلعبوش، ومع ذلك ما قدرتش اخلق عليهم فرص اللي المفروض اسجل بيها، وحتى لما خلقت عليهم فرص ما سجلتش. طب ايه ده بقى؟ زفت وطين. النهارده محتاجين نفوق، محتاجين اللعيبه اللي تفوق تلعب. اللعيب اللي هيفوق كان نفسه اعلى من نادي الزمالك مع الف سلامه. انا مشي من عند زيزو كان احسن نجم في فرقتي، وعلى فكره ما اتاثرتش. خدوا في بالكم ان احنا اول دوري برضه، لازم تاخدوا بالك كده. بس اياك وبحذر اشد التحذير من علي ماهر، لان علي ماهر بيلعب الدوري كله دوري وقصاد الزمالك دوري تاني خالص. علي ماهر انا خايف من مفاجآته، مرعوب من علي ماهر. ماتش سموحه مش خايف منه قد ماتش سيراميكا. ماتش سيراميكا خسر من الماتش النهارده من المصري، خسر من الماتش امبارح من المصري، ما عملش اي حاجه. لكن يجي قصاد الزمالك بيبدا يظهر ويغل. انا مش عايز اديله فرصه للكلام ده. الحمد لله ان ماتشه بعد نهائي الكونفدراليه لسه متاخر، ده محتاج تحضير، وبعد نهائي افريقيا على طول البطوله الافريقيه اخش معسكر مغلق استعدادا لماتش علي ماهر ده، وربنا يعدينا منه على خير. بالنسبه بقى للاهلي انا بقول لك اهو، الاهلي هيقع على الماتش الجاي، لان انتوا لعيبه هايفه لا مؤاخذه في الكلمه. الاهلي هيقع على الماتش الجاي، وافتكروا كلامي، الاهلي عمل عليكم لقطه. يعني الاهلي كل فرق الدوري ب 13 السنه دي عمل عليا لقطه، ومش لقطه 1-0 ب 3-0. حرام عليكم يا اخي. ما اقدرش اكلم جون ادوارد، ما اقدرش اكلم الاداره، اقدر اكلم اللعيبه نمره 1 معتمد جمال نمره 2. دي بالنسبه للماتش. بالنسبه بقى للعيبه، لعيبه الزمالك وادائهم في الماتش الشوط الثاني بقى، ايه اللي انتوا عملتوه؟ ايه اللي اتغير؟ استحواذ، بدايه حلوه اول 7 8 دقايق بيجي لي ضربه جزاء من عند ربنا. انا شايف امانه انا زملكاوي اهو، شايفها ما فيهاش ضربه جزاء، بس الحكم حسبها لي. يا جدع عبد الله السعيد يا حسام رايح بيقول لك انا عايز اشوط، ده اللي انا عرفته بعد الماتش، عايز اشوطه، انا خبره، انا فايق، انا بقدم ماتش كويس، ويعني ما فيش حد بيقدم ماتش كويس، بس هو فوق منك ما غلطش في جوان، اديله الكوره. لا مصر ان انت تشوط، مصر ان انت تشوط الكوره، شوط الكوره ضيعتها. استفدنا ايه يا حبيبي؟ استفدنا ايه؟ يعني جولين جايبهم فيا وكوره وجون ضيعهولي.
انت عارف لو انا كنت كوره جبت الجون ده، جبت ضربه الجزاء دي، اقسم بالله كنت هتعادل. لان هو اصلا نازل قافل لك دفاعاته وسايبك تستحوذ، واستحواذك في الاخر 60% في داهيه في خراره. هعمل ايه بالاستحواذ طالما مش شايل 3-0؟ انا عندي في وسط الملعب بيلعبوا عليا 31 النهارده. الاهلي فرقه انبي وبتروجيت بيلعبوا عليا 31 لاعب عليا النهارده 31. فرقه ولا عندها قلب دفاع ولا عندها مهاجمين ولا عندها اي نيله. ماليش دعوه بالاسامي، انا ما بقيمش بالاسامي. ما تقوليش بن شرقي وزيزو وتريزيجيه، لا ماليش دعوه. مستواهم زي الزفت وطين واطراف. يعملوا عليا ماتش زي ده حرام. اقوى دفاع في الدوري ايه ده؟ انا دفاعاتي حسام عبد المجيد يعني زي ما نكون بنعمل استرتشات في الدفاع، استرتشات، ده رايح يمين وده رايح شمال وحاجه هبل قوي. ايه الهبل اللي احنا بنلعبه ده؟ ولا دفاع مظبوط ولا نص مظبوط ولا هجوم مظبوط. جابوا فيها التاني والتالت، الجون التالت ده ذل، مذله. جابوا فيكم جون ذل، حرام عليكم. لكن الوحيد اللي بحييه النهارده جمهور نادي الزمالك اللي بعد ما انت خسران جابكوا وحياكوا، مش حياكوا ولا شكركوا، هو بيدعمكوا الماتشات اللي بعد كده. لكن مش عايزين نوقع الدنيا خالص، احنا لسه اول دوري. تمسكوا بامالكم وجمهور الزمالك في ظهركم، وانا لما بتلعبوا حلو اول واحد بكون في ظهركم ما بطلع اعمل فيديو. بالنسبه بقى لتقييمات اللعيبه اللي زي الزفت النهارده، هنيجي نمسك المهدي سليمان. لا النهارده مهدي سليمان دخل في 3 اجوان، شال 3 زيهم، 7 من 10. ده الوحيد اللي كان موجود في الزمالك. عندي النهارده قلوب الدفاع بيعمل لي ايده كده ورا ظهره واللاعب بيرفع العرضيه. يعني عن ابو ضربات الجزاء اللي خلت الباكات مجانين. يعني عن ابو ضربات الجزاء وفتحه ايد الجسم وبره الجسم. يا عم اقطع الكوره الاول بعدين قول لي ايدك بره جسمك وايدك جوه جسمك بلخره. 0 من 10 بنتاج النهارده. حاجه زفت وطين. قلبين دفاع. حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد انت كنت اللاعب رقم 12 معاه، بالاضافه لجماهيرهم كانوا بيلعبونا ب 13 لعيب واحنا بنلعب ب 12 لعيب النهارده. يعني ايه ده بقى؟ إيه اللي انت كل ماتش ضد الاهلي انت بتعملها على نفسك ضد الاهلي؟ 0 من 10. الونش 5 من 10. لان الونش شال عن حسام حاجات النهارده كان ممكن السكور يروح في حته خراره، يروح في حته وحشه قوي. الباك محمد اسماعيل بلعب محمد اسماعيل باك. يا حزب الله ونعم الوكيل، ولا نجح في وسط الملعب ولا نجح في اي مركز لعبه. ده السوبر، ده اللي انا جايبه سوبر، ده اللعيب السوبر، ده اللعيب اللي بيلعب في اي مركز الجوكر. اي لعيب له ماتشين في مركزين بقى اسمه الجوكر في مصر. والاعلام ماسكه نفخ ومعتمد نفخ لحد ما هتفرقعه في الشنه. 0 من 10. اللي ما بيعرفش يلعب كوره غير في قلب الدفاع وسط الملعب. محمد شحاته ملبسني الجونين النهارده، ملبسني الجون الثالث والجون الاول. 0 من 10. عند عبد الله السعيد، ايه يا عبد الله اللي انت بتعمله ده؟ يعني ايه ده بقى؟ ايه اللي انت بتلعبه ده؟ بتخترع كوره جديده؟ كل كوره لازم الف 180 وابان النجم واقعد اعمل كده كده واودي الباكات واودي ده واودي ده. ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ايه الهبل ده؟ حاجه عبيطه قوي النهارده. 0 من 10. فتوح انت الحريف، انت الحريف والحراق. كباري وانا خسران 2-0 عايز تدي كباري؟ 0 من 10. هجومي خوان بيزيرا يمين زي شمال ما لعبتش كوره، ما لعبتش كوره. بتلعب الماتشات كلها تيجي قصاد الاهلي بحس ان انت مش موجود في الملعب. 0 من 10. ناصر مالكش تقييم. عدي فين واجب الدفاع؟ انت وبزيرو مفيش واجب. 0. مفيش لاعب عندي هيزيد عن الصفر النهارده، كله 0. لان انتوا ما بذلتوش مجهود، مفيش غل، مفيش احساس بالناس، مفيش لعب كوره. اللي نزل تغيير شيكو. هو انت لما هتيجي فكرت شيكو لعيب ولا ايه؟ اوعى تكون فكرت شيكو لعيب. شيكو ما بيعرفش يتنيل. شيكو ما بيعرفش يتنيل. شيكو ده لعب لك 10 دقايق كده عشان بيراميدز فتح الجيم فرح خاطف لك جول. انما اوعى تفكر ان ده لعيب. ده انتهى. ده الواد ضيع كوره 7 مرات طلع بيهم اوت 7 مرات. ده لعب زيزو النهارده. ليه ما بنزلش فيديوهات؟ كان في مشكله تقنيه في القناه، بعتذر. وان شاء الله هيبقى عندكم برنامج وتغطيه خاصه للمونديال، برنامج اسمه حصاد المونديال هينزل لكم مع بدايه المونديال. برنامج يومي هيكون بعد انتهاء اليوم او تاني يوم الظهر على اقصى تقدير. هتشوفوا فيه تغطيه مستمره لحظه بلحظه. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس وحط اللايك. سلام.